يا سعاد، احنا مش هنتعشى ولا ايه؟ انا مش فاهم. الساعة 12، هنتعشى امتى؟ استاذ محمود، مساء الخير. معلش انا عارف ان انا جاي متاخر. ممكن بس اعرف يعني ابني اخباره ايه؟ انا برن عليه ما بيردش، وامه قالت لي انه جه عند عادل ابنك هنا يذاكر وما بيردش على التليفون. هم فين؟ هو نزل ولا موجود هنا مع ابنك ولا ايه؟ اهلا اهلا استاذ صلاح، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ نورتنا. يا اهلا بيك في اي وقت. 12 ايه؟ انت تنور في اي وقت. متشكر والله، متشكر على ذوقك. يعني بجد انتوا ناس محترمين. طيب هو الواد فين؟ يا سعاد، هو الواد فين؟ ها؟ انا مش سامع له صوت. وبعدين ده بيقول ابو محمد بيقول انه جه عشان يذاكر مع عادل ابننا. انا مش سامع صوت للاتنين. هما فين؟ اهلا يا استاذ صلاح، اهلا، منورنا والله، منورنا، يا اهلا بيك. والله هما العيال نزلوا. هو محمد ابنك جه من بدري بالنهار كده، وقعدوا هو وعادل ابني في الأوضة، في أوضتهم، وقعدوا شوية كتير قوي. وبعدين يعني من ساعتين تلاتة، تقريبا من 3 ساعات، نزلوا هما الاتنين، وانا معرفش هما فين. هما قالوا لي انهم رايحين مشوار، بس انا مش عارفة مشوار ايه. خلاص، يبقى حضرتك قاعد معانا لغاية لما يجوا. يلا يا سعاد، حضري العشاء علشان كلنا هناكل مع بعض. هنستنى العيال وناكل مع بعض. اه طبعا طبعا، هيكون العشاء جاهز حالا. انت بس اتصل بالعيال، شوف مين فيهم اللي هيرد عليك، وشوفهم جايين امتى، وانا هحضر العشاء حالا اهو. ويعني ده احنا استاذ صلاح منورنا، يعني حتى خطوته عزيزة بيجي يعني كل فين وفين، يعني النهارده يوم عيد. الله يخليكي، تسلمي والله. لا لا، شكرا طبعا، الف شكر. يعني انتوا بتكرم ومعروفين يعني. لكن انا هروح، ولما العيال يجوا خلوا محمد ابني يجي على البيت. يمين بعظيم ابدا، لا يمكن. مش هتمشي من هنا إلا لما تتعشى معانا. ازاي يعني؟ ودي تيجي؟ بابا، انت بتعمل ايه هنا يا بابا؟ انت بتعمل ايه هنا؟ اه آه، انا كنت هاجي، انا بس نزلت انا وصاحبي مشوار. مش كده ولا ايه يا عادل؟ كنا في مشوار. كنا في مشوار يا عمي، كنا في مشوار يا بابا. كنا في مشوار. بس عملنا فيه انجاز كبير قوي قوي يا بابا، مش متخيل يعني. اه والله. المهم، النتيجة النهاردة طلعت كويسة ولا ايه؟ جبنا ال11 يا عمي، جبنا ال11. 11 ايه؟ هو مش الدرجة باين بتبقى من 10 او من 50 او من 20؟ ايه درجة اللي من 11 دي؟ ما هو لو 11 من 20 يا ابني تبقى كده النتيجة مش حلوة. لا، ده المصيبة لو كانت من 50 يعني ساقطين، او من 25 هي برضه ساقطين، هيبقوا اقل من النص. مش فاهم ايه ال11 اللي جبتوها دي. الله. وبعدين هو كان في امتحانات النهارده؟ هو انت يا ابني مش كنت جاي تذاكر مع صاحبك؟ انا مش فاهم حاجه. 11 ايه دي؟ بتتكلموا عن ايه؟ ايه ده؟ انا مش مصدق اجيالكم دي. مفيش اي ابديتنج، مفيش تحديث لمعلوماتكم، مفيش متابعة لاي انشطة في الحياة. قاعدين حياتكم كده من غير اي حاجة. ال11 يا اهلي، احنا جبنا ال11. احنا دلوقتي هنقول ال12 يا اهلي، مش كده؟ اه بقول لك ايه، بكره في المدرسه نشتغل بقى ال12 يا اهلي، ال12 يا اهلي، عشان صاحبنا الزملكاوي. بس المباراه دي كانت غريبه قوي، كانت غريبه قوي بجد. يعني انا ما شفتش حكم كده. انت شفت ادى كام كارت اصفر؟ انا من كترهم بطلت اعد. ايه ده؟ كان ماشي يوزع كروت صفرا، ما تقولش بيوزع ده وتفرحوا. اه هو الحكم ده ما بيحبش الاهلي، اعتبره مرات ابوه، جوز امه، ضرته فعلا. هو ما بيحبش الاهلي. ده ادى بطاقات صفرا، ادى الكهرباء، وادى لحسين الشحات، وكان في شفاضة يدينا احنا. والله كان شفاضة يدي كارت اصفر للجمهور. بس شفت الوداد عمل ايه؟ جاب الجول من هنا وريح من هنا. في حد يدافع الساعة كاملة قدام الاهلي؟
الدفاع فيه يا ابني. الاهلي مالك الدقيقه 90، وفعلا احنا جبناه في اخر الشوط الثاني. بس كان ايه يا نهار ابيض، الثنائيه المبدعه، الثنائيه المبدعه يا ابني، محمد عبد المنعم وعلي معلول، اصحاب الحلول. بس كولر اداهم الخازوق المطلوب، سيبك منه. مبقاش حد فاهم مين بيلعب ايه فجأة يا اخويا. لا، رامي ربيعة بدل بيرسي تاو. ومحمد شريف وعمر السولية بدل حمدي فتحي وكهربا. محدش بقى فاهم مين بيلعب ايه اصلا. فخطة الوداد باظت، بقوا ماشيين بقى يخبطوا. بس كان جون ايه يعني، ابداع ابداع. وال11 يا اهلي. لا وكمان لما دخل مجدي قفشه واحمد عبد القادر بدل حسين الشحات ومروان عطيه. لا النهارده المباراه كانت غريبه جدا، كانت غريبه جدا. وكلكم والدخان اللي عمل لعيبه بسبب شماريخ جماهير الوداد كوم تاني بيفرحوا قبل الفرحه ليه؟ مش فاهم يعني. اعملوا زينا، احنا ما بنحتفلش الا لما صفاره الحكم النهائيه تقول انتهى الماتش وكسب الاهلي، لكن هم بقى استعجلوا الفرحه. يلا هم خدوا الخازوق. ايوه عندك حق، ده المباراة وقفت 5 دقايق بحالهم علشان الدخان بتاع الشماريخ. جماهير عبيطة والله يا جدعان. طول عمرنا بنشجع مباراة الاحتفال ما بيبدأش الا بعد صفارة الحكم. مش عارف انا احتفال ايه اللي بيبقى في نص الماتش ده. زي جماهير الوداد ما في احتفلوا قبل الماتش، برضو لاعيبة الوداد ريحوا قبل الماتش ما يخلص، وكانت النتيجة الخسارة المجري. عمرك شفت يا جماهير بتحتفل قبل الماتش؟ مش المفروض ان الاحتفال بيبقى بعد الماتش بعد المكسب بقى؟ والله يا بابا دول فعلا يعني ضربوا شماريخ بشكل عملت عاصفة دخان، لدرجة انهم وقفوا المباراة 5 دقايق، 5 دقايق بحالهم، وقفوا المباراة 5 دقايق بحالهم علشان الدخان يخف شوية والحكم يعرف يشوف الكورة. هو هو انتوا كنتوا بتذاكروا النهارده ولا كنتوا بتحضروا ماتش؟ انا عايز افهم. وال11 دي يا اهلي دي بطولة افريقيا، بطولة كاس افريقيا. امم كسب الاهلي وانت تسقط، يعني الاهلي يكسب وانت تسقط، صح؟ يعني بدل ما تذاكروا بتروحوا تحضروا ماتش. انت سمعت عن القضية ممكن؟ ها؟ سمعت عن القضية ممكن؟ يا بابا سمعت عنها طبعا، القرية ممكن. بس مش فاهم انت تقصد ايه يعني. اهو انت بقى هتقابل القضية ممكن بس في البيت. عارف المروحة اللي جبناها لك دي وكانت غالية وحطيناها لك في اوضتك علشان الأوضة تبقى متهوية وجوها حلو علشان تعرف تذاكر على رواقة؟ لا وامك تقولي دي ماركة حلوة، دي حاجة جميلة، حاجة تقعد للواد حلوة. هتتعلق فيها المروحة دي وهشغلها وانت متعلق فيها عشان تستهوى كويس، وعشان تبقى تاني مرة تحضر ال11 يا اهلي وتسيب المذاكرة اللي هي القاضية ممكن بس في الامتحانات. يا حبيبي انت كمان هتقابل القاضية ممكن، انت فاكر ان هو بس؟ لا يا حبيبي انت كمان هتقابل القاضية ممكن. وفي اوضتك سبحان الله، برضه في اوضتك، يعني هو عنده مروحة في اوضته. وبرضه انت القاضية ممكن عندك في الاوضة. اه. اه. انت فاكر لما امك قالت لي، فاكر لما امك قالت لي الواد هدومه مش حلوة وانا عايزة نوع معين من مكوة بتشتغل بالبخار، والمكوة دي تبقى اللي هو بس عشان نعمل له هدومه ما تبصش بسرعة؟ حكويك حكويك وتبقى هي القاضية ممكن عشان ال11 يا اهلي وتسقط لي انت في امتحانات بالقاضية ممكن، مش كده؟ يلا يلا بينا، يلا على البيت، يلا على البيت. بابا هو القضية ممكن دي يعني مش ممكن نخليها السرير ممكن، الأرض ممكن، تحت السرير ممكن، بلاش المروحة ممكن والنبي، بلاش المروحة ممكن والنبي. ايه يا بابا انت بتفكر تكوني فعلا عايز تفردني زي الهدوم وبمكوى بخار
ليه كده يا بابا؟ ليه كده يا حبيبي؟ الله، في ايه يا بابا؟ مين قالك ان دي القضية ممكن؟ لا 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 لا، انا ممكن اقول لك القضية ممكن ايه؟ ده القضية ممكن دي حاجة جميلة جدا وملهاش علاقة بالتعذيب اطلاقا. انتوا فاهمين غلط يا جماعة. القضية ممكن. انا اسف يا بابا، انا اسف، بس يعني ده كان ماتش. ده هما الموضوع كله ساعتين، يعني ساعتين. احنا كنا بنذاكر طول النهار، طول النهار بنذاكر. ده هو ساعتين ماتش. هو كان ماتش حلو الصراحة، كان ماتش حلو. بابا، احنا عايز اشتراك في بين سبورت، ينفع؟ اشتراك في بين سبورت؟ ادفع لك اشتراك عشان تتفرج على بين سبورت؟ اه، عشان تحضر ماتش الاهلي وال11 ممكن وال12 ممكن وال13 ممكن. ها؟ اه. اه. يا سعاد، يا سعاد، حضري المكوى يا سعاد. لا خلاص يابا، انا اسف انا اسف. لا خلاص خلاص، مش عايز اي حاجة، مش عايز حاجة، مش عايز ولا قضية ممكن ولا 11 ممكن ولا اي حاجة خالص. خلاص مش عايز حاجة. خلاص. بقولك يا بابا، هو يعني هو انا لو جريت هتعرف تجري ورايا؟ لو جريت تعرف تجري ورايا؟ بيب بيب اهلي، بيب بيب اجري، بيب بيب اجري، اجري. صحيح يا بابا، هو انت فعلا لو احنا جرينا هتعرفوا تجري ورانا وتوصلوا لنا؟ دي حقيقة؟ طب والله فكرة. تصور يا بابا ان القضية ممكن هو انك تعرف تحصلنا، واللي يعرف يحصلنا يحصلنا. بيب بيب اهلي، بيب بيب اهلي، بيب بيب. اجري يا مجدي، اجري. يا ولد اللذينة، يا ابن خد يا، خد يا، هتروح مني فين؟ ما انت هتيجي البيت، هتيجي البيت هتروح فين؟ هتبات النهارده بره، بكره موجود، بعده موجود، هجيبك يا اه يا جزمة. ايه ده؟ هو هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ ايه ده؟ هما العيال جري مننا ازاي كده؟ اه. اه، الواحد منهم عامل زي الورث، يمشي يستخبى في اي حتة. اه. يا سعاد، حضري العشاء يا سعاد، العشاء يا سعاد، وبعدين نبقى نشوف القضية ممكن.